السلام عليكم غزالاتي، اهلا ومرحبا بكم معايا من جديد في مطبخ غزلان التمسانيه. ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم كامل في تمام الصحه والسعاده يا رب. اليوم جيتكم بقلاوه سهله وسريعه ورطبه وتخرج بزاف بنينه. قبل ما نجوزو نتعرفوا عليها وعلى المقادير ما تبخلونيش بالجام ديالكم اللي يدعمني ويشجعني وفرجه ممتعه. بسم الله بها بدينا وعلى النبي صلينا صلوا عليه كاملين يا الحباب. اذا البقلاوه ديالنا السريعه اللي حنديروها اكيد بلا باتافيلو. لا باتافيلو فريمون تخرج شابه في البقلاوه، خفيفه مقرمشه وسريعه بالخف طيب لنا، ماشي زعما كيما البقلاوه التقليديه. يعني هذه سهله وسريعه وغير متعبه. على بالي بلي الناس كامل تاعبين، سورتو حنايا نحكي على لي مامون الامهات، البنات اللي يديروا لي كاطو، فهذه والله غير تخرج هايله وبنينه. يعني ان شاء الله تتبعوني. ومام الحشو يخرج بزاف شباب رطب شكلا ومذاقا. وهنايا شوفوا جبت لكم السنيوه اللي فيها 30 على 24 سنتيم اللي خدمت بها مام العام اللي فات. حبيت نكبر، عاود قلت لا الناس كامل عندهم هاد السنيوه، ما نديرش سنيوه واحده اخرى. اذا مقاسها 30 على 24 سنتيم. هنا لا باتافيلو تاعنا بعد منين نفتحوها هذا هو الطول تاعها، تجي كيما هكا. حنا رفدت العبر تاع السنيوه تاعي، شفتوني، قطعتها على 2، جاتني جهه كبيره على جهه اكيد. رفدت هذيك السنيوه تاعي ندهنوها مليح مليح. انا عندي هنا لا ماركه غير مذوبتها وزيدت لها شويه تاع الزيت. هاو ندهنو مليح مليح باليدام السنيوه تاعنا في لي كوتي في الجناب، ندهنوها تري بيان. وراح نرفد هذيك الجهه. قلت لكم كي قسمت لا باتافيلو جهه جاتني شويه كبيره على جهه، انا هنايا نبدا بالجهه اللي صغيره شويه، هذيك الجهه الكبيره نخليها للطبقه الثانيه ومن بعد كي نبدا نبلع البقلاوه. اذا نرفد نرفد الاوراق. شوفوا هنا جاتني زوج وراق الاولى يجوا شويه ناقصين، نديرو غير كيما هكذا. نديرو الورقه الاولى نزيدو عليها الورقه الثانيه هكذا. المهم ما نخليوش الفراغ في سنيوه. فوالا هذا اللي عندي بزاف راح نقطعه هنا ونخليه دو كوتي باش نبلع به اذا كان عندي واحد الفراغات. فوالا من بعد ملي واسيت هكذا نبدا ما بين كل ورقه وورقه ندهنو باليدام. ما بين كل ورقه بورقه تدهني مليح باليدام. لا باتافيلو تحب اليدام باش هكذا تجيك مقرمشه وطيب لك ما شاء الله وتعطيك واحد لا كولور شابه. اذا هذيك الورقه الاولى. الورقه الثانيه تاني حتجيني شويه ناقصه في الطرف. فوالا نزيد نقطع لها شويه هاد لي شوت باش نبلع به هذاك الفراغ اللي راكم تشوفوه. فوالا ونزيد هذاك اللي قطعته في الاول. يعني هذوك زوج طبقات الوالا اللي يجوا كامل تحت السنيوه معليش الا عملنا غير لي شوت معليش، بصح من بعد كي نبداو نطلعوا فيها نهطيو فيها خلاص غادي الوراقي غادي يجونا سوا. اذا نعمل كما راكم تشوفوا هكذا بالدهان ولا باليدام. وهاي ليك الورقه الثالثه تجيني سوا. الورقه الثالثه تخرج لكم بيان. خلاص هنا ما نزيدش لي شوت، غير زوج وراقي الورا لا عذبوكم. المهم تخليوش الفراغ في سنيوه، تنجموا تزيدوا لي شوت، تقطعوا منه ومنه وتزيدوا هذوك لي شوت باش تبلعوا سنيوه. مي من الورقه الثالثه وروح خلاص. اذا ما ننساش ما بين كل ورقه بورقه كل ورقه وورقه ندير ليدام اللي هو شويه تاع لا مارغرين مذوبه مع شويه تاع الزيت. انا نكمل ورقه بورقه القسم الاول. فوالا كملت هذيك القسم الاول كامل. يعني فيها بالك جاتني واحد 15 وحده ولا يعني والله ما حسبت ولكن بزاف. بالنسبه للحشو هنايا الحشو هنا عبرت لكم بالكاس. هنا عندي كيلو تاع الكاوكاو قسمته، عندي 500 غرام منه 500 غرام منه. بالنسبه ل 500 غرام يعادل 4 كؤوس كيما هكذا معمرين ممسوحين. 4 كؤوس كيما هكذا، كل 500 غرام تعادل 4 كؤوس كيما هكذا. الكاوكاو لازم يكون محمص غير شويه وماشي بالقشور، بدون قشور. اذا كل 500 غرام كاوكاو ولا كل 4 كؤوس كاوكاو راح نضيفوا لها كاس غير ربع من السكر العادي. كاس غير ربع من السكر العادي. دوكا نتوما تقولوا علاش قسمت الكاوكاو، علاش ما دارتش كاع لا كونتيتي مع بعضهم، دوك تشوفوا علاش. اذا في هاد 500 غرام تاع الكاوكاو اللي تحمسوه غير واحد شويه وترحوه مليح، راح تزيدوا له كاس غير ربع تاع السكر العادي وتحكوا مليح مليح السكر مع الكاوكاو بهذه الطريقه باش هذاك السكر يفرز العصاره تاعو وما يبسلناش الحشو.
فوالا انا حكيته مليح مليح، خديت وقتي وحكيته مليح مليح ما بين يدي. الان زدت لهاد الجهه ملعقه، نصف ملعقه صغيره من الفانيليا، والان رشات خفيفه من المزهر كيما تعملوا الطعام، كيما تجيو ماشيين تنفخوا الطعام. فوالا، وكل ما نرش مزهر ما نرش بزاف بزاف، يعني لازم يكون كيما الطعام. شوفوا نحك مليح ما بين يديا، الرشه الاولى نحك مليح مليح، لازم يقعد كيما هكذا مرمل، بالك هو يقعد مرمل ما نكترولهش بزاف. ونحكوه مليح، انا نحك مليح الحشو تاع البقلاوه، نحكو مليح ما بين يديا يخرج لي رطب، باش نساعد هذاك السكر باش يفرز هذيك العصاره تاعو. فوالا شوفوا كيفاش راه مرمل، لازم الحشو يجي كيما هكذا ثقيل مرمل هكذا يجي. نخلي هاد الجهه الاولى تاع الحشو دو كوتي، هذا عملناه بالكاوكاو لافاني خليناه ابيض. اما هاد 500 غرام ثانيه ولا 4 كؤوس ثانيه راح نعملوا لها عطر الفستق، فوالا، ونعملوا لها ايضا مركز او ميم طون ملون تاع الفستق، هادو اللي يتباعوا يعمروا لكم ب 10 ميل ولا 12 ميل، كل واحد شحال يبيع، كاين كامل العطور. وهنايا نزيد نرش شويه مزهر، ونبدا نخلط ونحك مليح مليح الكاوكاو ما بين يدي باش يتحصل على اللون، ونبدا نزيد الدرجه حتى نتحصل على لون اخضر شويه. انا هكذا ما حبيتش نخضرو بزاف بزاف، هكذاك جاني مليح. وما ننساش الطبقه الاخيره تاع لاباطا فيلو، هذه اللي يجي عليها الحشو حتى هي نعملها شويه تاع السمنه، باسكو هذه سي لاباطا فيلو ماشي العجينه التقليديه. اذا نعمل الحشو الاول تاع الكاوكاو مع لافاني، الاول نوزعو مليح مليح على السنيوه، فوالا نبدا بالعقل، نزيد نوزعو مليح بيدي على السنيوه، نبلاطيه مليح مليح هكذا، نبلاطيوه مليح، نضغطو واحد شويه هكذا. ونعاود نزيد نجيب الحشو الثاني اللي عملنا له عطر الفستق ولوناه تاني، شوفوا باش يجيني هذا المنظر الشباب كي نرفد الحبه تاع البقلاوه. هذا هو الاختلاف اللي حبيت نعمله لكم هذا العام، وفريمون خرج شباب بالبزاف. اذا الطبقه الثانيه شوفوا ما شاء الله كي جات شابه في المنظر وفي البنه، واش نقول لكم. اذا نسدف مليح هذاك الحشو بيديا هكذا، نواسيه تري تري بيان هكذا. والان نروح نغلق بجهه ثانيه تاع الاوراق تاع لاباطا فيلو. اذا نعمل معليش كانوا كيما قلت لكم الوراقي الوالا، معليش اللي عملنا دي شوت، ولكن زوج فقط، زوج وراقي الوالا معليش. ومن بعد نبداو نعملوا الوراقي اللي يكونوا بيان فورمي، ما متقطعين ما والو، لان لاباطا فيلو هذه حساسه، لازم بالعقل عليك كي ترفديها كي تقطعيها. اذا ونبدا نعمل السمن كيما قلت لكم ما بين كل ورقه وورقه، كي نوصل للحبه التاليه نحبس ما نعملهاش السمن. في هذه المرحله كي نوصل للحبه التاليه نحبس ما نعملهاش السمن حتى نقطعوها. فوالا نبدا هنايا نخدم ورقه فوق ورقه، وما بيناتهم توجور ليدام ولا السمن كيما تحبوا. هاي لك هنا الورقه الثالثه تجيني سوا مع السنيوه، فوالا هاي لك سوا مع السنيوه. معليش الا كانوا من الاطراف نخلوهم ما نقصوهمش حتى للتاليه، الا كانوا عندكم زياده منه. انا كملتهم كامل ما شاء الله، شوفوا شحال من ورقه يعني تبارك الله. بون هنا تشوفوا الورقه الاخيره تاع لاباطا فيلو ما ندهنوهاش بليدام، نخلوها هكذا حتى نقطعوا البقلاوه تاعنا. هنا لي شوت كامل هادو اللي خارجين على السنيوه نقطعوهم خلاص. فوالا نقطعوا نظرفوهم مليح مليح. بون كي ظرفناهم مليح مليح خليناهم على حساب السنيوه، ندخل بهذه الطريقه بالكوبات، بالظهر تاع الكوبات وماشي بالسكين باش ما نجرحوش لاباط تاعنا باسكو حساسه. هاليك ندخلو كيما هكذا، نظرفوهم حد السنيوه، ومن بعد ندخل كيما هكذا العجينه المتبقيه، ندخلها مليح ونضغط مليح بالكوبات بالظهر تاع الكوبات باش ما نجرحوش عجينه الفيلو تاعنا لانها حساسه.
هاد العام حبيت نجيب لكم شكل مختلف واللي هو شكل المثلث ولا البيراميد اللي تاني راه داير حال هاد الشكل في العيد، ويخرج هايل في البقلاوه صراحه. اذا واش درت انايا؟ حكمت السنيوه تاع البقلاوه تاعي، كما راكم تشوفوني رفدت المسطره، عملت 5 سنتيمتر ما بين كل مستطيل ومستطيل، يعني 5 سنتيمتر. لي شوت هادوك خليتهم دو كوتي، وهكذا راني عامله 5 سنتيمتر، حسبت 5 سنتيمتر. ومام هذاك المثلث كي عملته بالكرتون عملت 5 سنتيمتر فيه، باسكو ما عنديش طابع جاي صغير وشباب تاع مثلث، عندي مسنن وشويه كبير ما يجيش، ويجي شويه باسل. فهنايا خديت ايضا هذا الكرتون يساعد بزاف في التقطاع اللي ما عندهاش مسطره كبيره ولا ما عنديش انا مسطره كامل كبيره هكذا. فخديت كرتون وراني هكذا نقطع مستطيلات هكذا تاع البقلاوه. الكرتون هذا يساعدك مليح لما عندكش مسطره كبيره. كما قلت لكم عملت 5 سنتيمتر، اللي تحب تجرب 5 سنتيمتر تخرج لك كميه ما شاء الله، والحبه تجي شابه. الان نبدا كيما راكم تشوفوا نظرف غير بن هذا الكرتون هذا، يعني شغل مازال ما نهبطش لتحت، راني عاد غير نرشم هذاك الرشم باش من بعد كي نقطع البقلاوه تاعي تجيني سهله. فوالا غير بهذاك الكرتون، حتى اللي ما عندهاش طابع كيفي تنجم ترسمها، دير هذا الكرتون هذا وبيه تعبر. طريقه سهله ونتيجه رائعه. اذا شوفوا تكملوا غير بهذه الطريقه، تفوتوا عفوا على هذا المرشم تاعنا تاع الكرتون غير بالسكين هكذا باش من بعد كي نقطعوا يجينا ساهل. انا وريت لكم حتى الطريقه كيفاش هكذا، عليها الفيديو جا شويه طويل. تكملوا غير بهذه الطريقه، تقلبوه في كل مره راح يجونا كامل على حبه، يعني والله راح يجوكم كامل على حبه كامل متساوي. هنا بعد من اللي كملت كامل انا راح نقطع مليح، راح نغرس مليح الموس الداخل في سني، راح نقطعوا مليح الحبات تاع البقلاوه تاعنا، لازم تقطعوها قبل ما تطيبوها. وانا نقطعوها كامل هذوك لي شو تاني كلش نقطعوه. وماذا بيكم تاخذوا سكين يكون صغير خير من سكين كبير، سكين صغير تتحكموا فيه اكثر ويهبط لكم اكثر، سكين كبير راح يتعبكم. فوالا نبدا هكذا نقطع في الحبات تاعي حتى نكملهم كامل. هنا بعد ملي قطعتهم كامل الان نروح ندير عليهم ليدام. هنا درت كميه صغيره ولكن دوك نزيد، انا كان باقي لي شويه ولكن زدت كميه مليحه تاع ليدام وطيبتها. الفرن كان عندي ديجا سخون، تخليو الفرن ديالكم يسخن على درجه حراره 180. طيبوها من الاسفل، انا درتها من الاسفل ومروحه، يعني ما طيبوها من الاسفل كي تشوفوا هذوك الجوانب بداو يحمروا وتشوفوها من الفوق تاني بدات تاخذ لون شويه ذهبي، خلاص طفوا عليها من الاسفل وتشعلوا ليها من الفوق، تهبطوها للرف السفلي تشعلوا ليها من الفوق، غير تاخذ لكم هذا اللون بيان دوري خلاص تنحوها. بالكم ما تسهوش عليها باسكو بالخف الطيب البقلاوه تاع لاباطا فيلو بالخف الطيب مباشره. بعد ملي خرجتها راكم تشوفوا النتيجه ما شاء الله راها سخونه. مباشره نعسلوها ب 500 غرام من العسل، استعملت المرجان، العسل تاعنا ما نضيفوا له والو، مباشره هكذا من القوطي ونفرغ على البقلاوه تاعي. وهنا كي فرغت كميه خليت واحد الكميه، عاود حفرت مليح قطعتهم عاود كيما راكم تشوفوا مليح بالموس باش يدخل هذاك العسل. من بعد عاد كومبليتيت هذاك العسل اللي بقالي. وهذه هي النتيجه غزالاتي بعد ملي خليتها تشربت مليح العسل. كي تعسلوها 500 غرام نعسلوها كامل، بعد نخليو شويه عسل في هذاك القوطي، نعاود نفوتوا عليها كاع بالسكين باش داك العسل يدخل، نعاود نزيدو نفرغوا عليها شويه عسل وندخلوها للفرن يكون عاد شويه سخون، نخلوها تزيد تتشرب العسل كيما قلب اللوز، خلوها تتشرب العسل لساعات. بالنسبه للتزيين عملت حبه لوز، نص حبه جوز وشويه تاع ورد الشوش. كيفاش باش يلصقوا لك؟ ديري شويه جلوكوز مع شويه تاع العسل في كاسروله، سخنيهم مليح يعني حوالي 2 معالق جلوكوز مع شويه عسل، وديري فيهم هذوك المكسرات خلطيهم وبداي ترفدي بالحبه وتزيني. شوفوا النتيجه رطبه ما شاء الله.